لا، برنامج سعدان هو المسكون، لكن المنتخب الجزائري موش جاهز. ف ما ننتظروش بان المنتخب الامريكي او المنتخب الانجليزي راح يلعب بنفس الطريقه، يعني بطيء وما يضغطش. لا العكس، حيكون une autre histoire. C'est une autre histoire. اسكو المنتخب الجزائري عنده الامكانيات وقادر يواجه هذه القوه؟ J'ai posé cette question tout à l'heure à Amine Fares. Comment vous voyez justement la suite maintenant pour l'Algérie? La mission s'annonce autrement plus compliquée face à des adversaires comme l'Angleterre et les États-Unis. Bien supérieur aux Slovènes, les Anglais, on les a vus hier face aux Américains. Une équipe anglaise, et Capello l'a déclaré, il est venu en Afrique du Sud pour gagner le titre mondial, que les Anglais n'ont plus gagné depuis 1966, avec une équipe anglaise, rappelons-le, composée de joueurs faisant le bonheur des meilleurs clubs de la Première Ligue, une équipe anglaise qui, après le nul face aux Américains, va vouloir battre l'Algérie. Elle est dans l'obligation de faire un résultat face à l'équipe nationale algérienne. C'est pour vous dire que ça serait très difficile. Et d'ailleurs, on s'y trompait pas tout à l'heure, à l'issue des 90 minutes. Pour les joueurs, ils savent que ça va être très dur. Et ça résume bien l'état d'esprit. Karim Siani nous déclarait, vous savez maintenant, eh bien, on n'a plus rien à perdre, on va jouer complètement libéré, parce que c'est vrai qu'ils étaient quelque peu crispés face aux Slovènes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la tâche de l'équipe algérienne est très compliquée, avec les Anglais et les Américains qui ne lâchent absolument rien. C'est vraiment des compétiteurs nés. C'est pour vous dire que la tâche de l'équipe nationale algérienne devient de plus en plus difficile, pour ne pas dire impossible. Mission de plus en plus difficile, pour ne pas dire impossible. Moi je dis c'est impossible. في كرة القدم وانا قلتها يا جلال بعد خسارة المغرب. نذكر كنت انا في القاهرة وسألتموني بعد خسارة المغرب امام الجابون، وقلت المهمة ليست صعبة او شبه مستحيلة. هناك توابت في كرة القدم حينما نقول حسابية. لا هنا سي با اكزاكت مي سي اون سيونس. هناك توابت. وأعود إلى كلام محي الدين وأنا متفق معه وقلناها، المنتخب الجزائري ليس فقط غير جاهز في هذا المونديال، منذ كأس إفريقيا، قبل كأس إفريقيا لم يكن جاهز. هناك توابت في كرة القدم، هناك معطيات لا يمكن أن تخطئها. الفريق الجاهز بدنيا هو أمريكا وإنجليز، الفريق الجاهز ذهنيا هما هذان الفريقان، تكتيكيا هما الفريقين، على مستوى اللعب الجماعي كل شيء يصب في مصلحة هذين المنتخبين، خاصة أن نتيجة أمس وقلناها بعد نتيجة التعادل مهام قبل حتى أن تبدأ مباراة سلوفينيا والجزائر أصبحت مهام الجزائر صعبة للغاية، لأن إنجلترا ستأتي لأخذ 3 نقاط لتبقى وتلحق بسلوفينيا وتعتمد على أمريكا لتهزم سلوفينيا، وفي آخر المطاف تقابل المنتخب السلوفيني. أنا أعتقد أن هناك توابت في كرة القدم، زمن الأحلام انتهى. إذا كنت تريد أن تحلم يجب أن تكون مهيئ، أن تكون جاهز، أن تكون على أعلى مستوى، على الأقل 70% من إمكانيات الفرق الكبيرة. المغرب حينما وصل، الجزائر حينما قهرت ألمانيا، المنتخب السعودي حينما مر إلى الدور الثاني، المنتخب الكاميروني، المنتخب السنغالي كان جاهز. يجب أن لا ننسى هذه الحلقة المفقودة في المنتخب الجزائري. يا جماعة أنا أقول لكم انظروا بواقعية إلى منتخبكم. إذا كان هذا المنتخب، أنا أقول حتى أختم، إذا كان هذا المنتخب غير قادر على أن يهزم سلوفينيا الضعيفة الفاشلة المشلولة، فكيف يمكن أن يفوز على إنجلترا وكيف يفوز على الولايات المتحدة الأمريكية؟ خالد، غير احنا الآن يجب تحديد ما هو الهدف من المشاركة الجزائرية في كأس العالم. الجزائر لا تقول لك يا أخي بأنها ستشارك في كأس العالم لكي تفوز بكأس العالم. هذا شيء غير ولكن فؤاد لن تشارك لكي تنهزم في 3 لقاءات في كأس العالم. هذا هو المطلوب. ربما نقول أن المنتخب الجزائري ورابح سعدان ما فتئ يكررها في التصريح تلو التصريح، يقول جئنا إلى كأس العالم لنتعلم، جئنا إلى كأس العالم لنبني منتخبا خالد دعني أكلم. جئنا لكأس العالم، هي أهدافنا أن نحتك بالآخرين. لم يقل لك أنا سآتي إلى كأس العالم لكي أفوز على إنجلترا وأفوز على الولايات المتحدة الأمريكية وأفوز على سلوفينيا وأمر إلى الدور الثاني محتل المركز الأول. جئت بالإمكانيات التي أتوفر عليها في الوقت الراهن، جئت بما لدي من عناصر بشرية لكي أحتك، لكي أبني المستقبل، لكي أخرج بأقل الخسائر الممكنة. وأنا شخصيا رأيت نهار اليوم في هذا المنتخب بالرغم من أنه لم يقدم 100%، لكن كانت هناك قتالية خصوصا على مستوى خط الدفاع وخصوصا الميدان.
رأينا قتالية بالنسبة لهذا المنتخب، رأينا أنه كيف هذه العناصر التي تشارك لأول مرة في تظاهرة من هذا الحجم، هذه العناصر التي تم تكوينها فقط لمدة ربما سنة، الآن سنة منذ أن بدأ هذا المنتخب يطمح لتحقيق النتائج الإيجابية منذ سنة. اليوم مع من؟ هل تأخذ مستوى سلوفينيا في مباراة اليوم كمقياس نحكم على الجزائر؟ أخذ مستوى المنتخب الجزائري منذ أن بدأ الإقصائيات، ومنذ أن فاز على المنتخب المصري، ومنذ أن بدأ الحلم حتى في التأهل لكأس العالم كان مجرد حلم. كان حلم المنتخب الجزائري هو التأهل لكأس إفريقيا، ولكن الحلم كبر. حلم التأهل أننا الآن سنتحرر. خالد، الحلم كبر. كان حلم التأهل لكأس إفريقيا، ثم الحلم يا حبيبي تحقق، ثم كان حلم المشاركة في كأس تأهل كأس العالم وتحقق. لكن كلامك مفهوم خالد. أكمل. يعني هذه الأحلام تحققت، ما كان مجرد حلم أصبح حقيقة، والمنتخب الجزائري يغيب عن كأس إفريقيا الأمم ويصل إلى الدور نصف النهائي ثم المشاركة في كأس إفريقيا. يجب تحديد الأهداف من المشاركة. ولكن فؤاد، المشاركة on est bien d'accord, mais l'équipe algérienne زعما la moindre des choses c'est de prétendre à une qualification للدور الثاني. بغينا باش نافونسيو فؤاد الله يخليك، باقي مباراتين. رابح سعدان كيقول qui va reconduire la même équipe, il va peut-être changer le schéma tactique. سي محي الدين، بعد هاد الهزيمه بحال هذه ومن قبل مباراتين مع يعني خصمين اللي قويين بزاف، واش كنتي تاخذ انت نفس الاجراء، يعني مانتينير لا كونفيونس او ميم 11 دو ديبار؟ هو على كل حال ما عندوش بديل، لان هادو هما اللاعبين الاساسيين، وهادو هما اللاعبين اللي متعودين يلعبوا مع بعض. فاللاعبين الجدد ما عندهمش لا خبره ولا شيء. فاذا كان فيه تغيير، هل رأيته أنت ورأينا؟ أنا ماشي ستزداد الضغوط على منصور، السيد منصوري الآن. هو ربما سي محي الدين غير في هذه اللقاءات اللي شفناها في الآونة الأخيرة، تصريحات المدربين، تصريحات أوتو ريهاغل يقول بأنه في المباراة القادمة سيجري مجموعة من التغييرات وسيعطي الراحة لمجموعة من اللاعبين وسيقحم لاعبين شباب. ثم أيضا المدرب فابيو كابيلو بالأمس يقول أيضا بعد التعادل أمام الولايات المتحدة الأمريكية بأنه سيقوم بالعديد من التغييرات. هذا شيء منطقي، يعني هذا شيء منطقي أن لما تحقق نتيجة سلبية تطمح لقيام بتغييرات. ما تقدرش تقارن كابيلو وكذلك المنتخب الامريكي كما يقولوا دكه الاحتياط، يعني لو بون دو توش، فعنده لاعبين تقريبا في نفس المستوى. سي محي الدين، عندنا سؤال في هذه النقطه. سي محي الدين مع مباشره الان مع محمد الزميري وهو مواطن جزائري بليون. il trouve que il pose la question, est-ce que vous ne trouvez pas que la tactique de Rabah Saadane était frileuse? Est-ce qu'il ne dispose pas de joueurs, comme il dit, Boudbouz ou Abdoun, qui auraient pu apporter sur le banc de touche, qui auraient pu apporter quelque chose en plus à cette sélection? Moi, je ne suis pas de cet avis. Non. Parce que Boudbouz vient tout juste d'arriver. Bon, il a peut-être des qualités, mais on ne peut pas tout de suite le lancer dans le bain ونقول باللي هذا هو اللي راح ينقذ. سمح لي هذا تستسهل المطرح. لا أنت لو كنت مكان رابح سعدان قبل مباراة أمريكا وبما شاهدته في مباراة اليوم من أداء للاسن أمام سلوفينيا، هل تشرك لاسن أم تعيد منصوري؟ نشرك عدلان قديورة اللي عنده قامة طويلة جسمانيا قوي ويلعب في الدوري الإنجليزي، ربما يقدر يفيد المنتخب الجزائري. ونرجع مطمور في مكان بوقرة يدخل ويلعبوا بثلاثة في العمق كالعادة. ويجب ان يلعب بالنسبه لبودبوز سمح لي بالنسبه لبودبوز انا يعني كنشوف الصحف الجزائريه الصادره وبالنسبه لمجموعه من الزملاء اللي كيرافقوا المنتخب الجزائري سواء في التربصات الاخيره ديالو كيقولوا ان هذا اللاعب هذا عنده امكانيات كبيره وبرهان عليها في اللقاء يعني في التربصات الاعداديه، وشاهدوا هذا اللاعب وحتى الطاقم يعني احنا ربما احنا ماشي مع المنتخب لكن هذا الزملاء هما مع المدرب. احنا شفناه في المباريات، لو كان هذوك التدريب يعني انا التدريب كيعطي مثلا امام كان لاعب ممتاز ولاعب قوي، امام ايرلندا كان يكون اساسي، ما شفناش. امام الامارات نفس الشيء، والامكانيات الفرديه وعنده امكانيات. انا اقدر اقول لك بلي الاخضر عيسى
الامكانيات اللي موجوده عند الأفضل صافي الدخول في المنطقه وكيعرف يخلخل افضل بكثير من بودبوس. فقط مقابله انجلترا، هل تفضل ان يلعب رابح سعدان ب5-4-1 ام